اهلا بيكم وقصة جديدة على قناتنا على يوتيوب. زياد يوسف المصري من سلسلة ما وراء الطبيعة. وقصتنا النهاردة هتبقى الغرفة 102. قبل اي حاجة عاوزك تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة لو مش مشترك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وسيب لنا رأيك في كومنت. ولو حابب تشاركنا اي قصة حقيقية او اي حاجة حصلت معاك حابب تشاركها لنا على الرقم الواتساب في صندوق الوصف في الديسكريبشن. شاركنا ويلا بينا نبدأ القصة. بستغرب لما بلاقي ناس بتقول المستشفيات واللي بيحصل في المستشفيات ودكاترة فاسدين، حاجات كتيرة بتحكي في الموضوع دوت، وان في دكاترة كتير بتأذي المرضى في المستشفيات وحاجات زي كده. بس بعد اللي شفته بعينيا اتأكد ان في مستشفيات كتير جدا بيحصل فيها حاجات كتير احنا غافلين عنها. انا وائل من كفر الدوار، عايش انا واختي ووالدي ووالدتي زينا زي اي اسرة. طبعا كلنا عارفين ان الوالد بيبقى هو السند وهو الظهر وهو كل حاجة، وكان والدي بصراحة هو اكتر من سند ومن ظهر واكتر من كلمة توصفه. كل الحكاية بدأت معايا لما والدي تعب، ودي كانت كسرة ظهر بالنسبة لنا كلنا كنا حوالين والدي وكنا بنحاول نخليه يخف، وبنجيب له كل الأدوية اللازمة وبنجيب له دكتور واتنين، بس حالته كانت بتسوء. فضلت الحالة تسوء وتسوء لحد لما قررنا نروح بيه المستشفى، عشان مش هينفع انه يتعالج في البيت، لازم يتحجز في المستشفى. ورحنا بيه مستشفى في البلد عندنا. دخلنا المستشفى واستضافونا واستلموا والدي وخدوه في غرفة معينة وعملوا كل اللازم الحقيقة، وظبطوا كل حاجة في الغرفة، وأي حاجة ناقصة حطوها. وخليت الدكتور يكشف على والدي، ولكن للأسف والدي كان محتاج يعمل عملية كبيرة، وكانت المصاريف زيادة عن طاقتنا شوية. كل الفلوس اللي أنا كنت مجمعها الفترة الأخيرة، حتى ذهب والدتي رحنا بعناه، وكل حاجة كان في ايدينا ان احنا نعملها عملناها، لكن الفلوس برضو ما قضتش. كلمت كل الناس اللي اقدر اكلمهم علشان يحاولوا يساعدوني، او الناس اللي انا اقدر استلف منهم كلهم، وكان في حد هيبعت لي فلوس على ميعاد العملية بالظبط. رحت وقلت للدكتور تمام يا دكتور اعمل العملية. الدكتور نفذ فورا، وفي نفس اليوم عمل العملية لوالدي، والعملية نجحت الحمد لله، ووالدي طلع كويس. لكن اللي مش كويس ان الشخص اللي كان موعدني ان هو يديني باقي فلوس المستشفى حصل له ظرف وما قدرش ان هو يسلفني الفلوس. انا وقفت في المستشفى مش عارف اعمل اي حاجة، كنتش عارف اعمل اي حاجة. كلمت الدكتور قلت له على الوضع اللي انا فيه. الدكتور في الاول بدأ يفكر في اي حل، لكن بعد كده قال لي مفيش اي مشكلة، احنا هنتصرف ما تحملش هم. قلت له تمام يا دكتور، يعني ان شاء الله مفيش خطر على حياة والدي خلاص؟ لا مفيش اي خطر، ما تقلقش.
الحمد لله. بس برضو حاول على قد ما تقدر تحاول تجمع الفلوس اللي باقية. بعد اذنك، انا سمعت كلام الدكتور وبدأت ان انا احاول اكتر واكتر ان انا اجيب فلوس من اي حتة، لكن للأسف ما كانش في اي حد قادر يسلفني الوقت ده. بعدها كان لازم والدي ان هو يتحجز في المستشفى يوم او 2 راحة بعد العملية. كان لازم حد يبقى رفيق معايا. اختي قعدت معايا يوم وانا رحت تاني يوم. بس كل اللي حصل ان الدكتور جه وقال لي استاذ وائل، احنا في حاجة نسيناها في العملية ولازم تتم. كانت غلطة ممرض من اللي كانوا واقفين معايا. لازم والدك يدخل عملية حالا والا ممكن يبقى في خطورة على حياته. انا بحاول انقذ الموقف يا استاذ وائل، حاول تفهمني. ان شاء الله ما فيش اي خطورة على حياته، بس لازم يخش عمليات معايا فورا. طب يا دكتور، طب يعني حضرتك كنت قايل ان ما فيش اي خطر ممكن يبقى على حياته. ارجوك انا والدي هو كل حاجة عندنا. ارجوك يا دكتور. ان شاء الله خير يا استاذ وائل، ان شاء الله خير. حضرتك تقدر تستريح لحد بس ما اخلص. الدكتور راح عند الريسبشن، كان واقف مع ناس، بس ما قدرتش اسمع هما بيقولوا ايه. تقريبا كانوا بيتكلموا على عملية، كان حد كان عندهم عايز يعمل عملية، الدكتور كان بيكلمهم يعني، بس ما قدرتش اسمع يعني هما كانوا بيتكلموا في ايه تحديدا يعني. خلص كلامه وبعد كده دخل العمليات عند والدي، وفضلت مستني بره. طبعا ما اقدرش اوصف الحالة اللي انا كنت فيها، اي حد كان في الموقف اللي انا فيه كان هيفهم انا كنت حاسس بايه تحديدا. ان والدي لسه طالع من عملية والدكتور يجي يقول حصل غلط في العملية ولازم يخش عمليات تانية، شيء صعب جدا. الدكتور دخل العمليات لوالدي وفضلت في الانتظار بره، انا ووالدتي واختي، وما بقتش عارف اعمل اي حاجة، ما بقاش في ايدي اي شيء اقدر اعمله. الدكتور بعد ما خلص خرج وجالنا وطمني على والدي استاذ وائل ما تقلقش، كل حاجة تمت الحمد لله، وما تقلقش على والدك والحمد لله خير. بس هو يرتاح معانا يومين في الغرفة، في غرفة 102 هنا لحد لما يقوم بالسلامة ان شاء الله ويروح معاك. بعد اذنك. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. انا اسف جدا تعبت حضرتك معايا، انا اسف. الحمد لله يا رب، الحمد لله. فضلنا قاعدين، قلت لوالدتي والاختي يروحوا، قلت لهم انا هفضل قاعد مع والدي هنا في المستشفى، هفضل حتى الليلتين دول لحد اما اجيبه ونروح، وحتى هكلمكم لما هناخد اذن خروج وتيجوا نخرج مع بعض. يلا روحوا انتوا. فضلت قاعد في المستشفى، قاعد جنب والدي، دخلت له وطمنت عليه وبوست دماغه، قلت له ما تقلقش، هتقوم بالسلامة، هتقوم بالسلامة يا بابا، ما تخافش. فضلت جنبه لحد ما خرجت، قلت اطلع اجيب له عصير من بره او اي حاجة يشربها. خرجت لكن اول لما رجعت كان كل ممرضين المستشفى عند والدي في الأوضة بيغطوا وشه بقماشة بيضة. بتعملوا ايه؟ والدي عايش، والدي لسه طالع من العملية دلوقتي. لا ما تعملوش كده، لا يا بابا قوم يا بابا. يا أستاذ وائل، وحد الله، ده قدر ومكتوب. عمر والدك كده، مفيش أي حاجة غلط في العملية بتاعته. كل اللي حصل
ان ده قدر ربنا. وحد الله يا استاذ وائل، وحد الله. احنا عملنا كل اللي نقدر عليه عشان يفضل عايش ويفضل ما بيننا. ازاي يحصل كده؟ ازاي يا دكتور يحصل كده؟ خرجوني من باب الغرفة، والدكتور فضل واقف جنبي ويطبطب عليا ويقول لي وحد الله، وحد الله، ده قدره مكتوب، والدك عمره كده. انا مش شايف اي حاجة قدامي. انا زي ما قلت لكم والدي ده كان كل شيء بالنسبة لنا. كان اكتر حاجة ممكن اوصفها، اقل حاجة ممكن اوصفها انه سند او ظهر. هو كان كل حاجة حرفيا، وهي كل حاجة راحت. فضلت قاعد، كلمت والدتي سمعت الخبر جت جارية هي واختي، جايين ودموعهم على خدهم ومش قادرين يسلبوا طولهم. سندت والدتي من على باب المستشفى، دخلتهم وقعدتهم، حاولت اهدي فيهم وانا اصلا محتاج اللي يهديني. فضلنا قاعدين مستنيين تصريح دفن والدي. فضل في غرفة 102 لحد ما تصريح الدفن يبقى يخرج عشان يتأذن له بالخروج. لكن في شيء غريب حصل. الشيخ اللي جبناه عشان وقت الغسل، الدكتور مرضيش يخلينا ادخل الغرفة على والدي وقت الغسل بتاعه. زعقت فيهم كلهم وقلت لهم لا والدي لازم اشوفه في اخر لحظة. زقيت الدكتور من قدامي ودخلت عند الشيخ وهو بيغسل والدي. وقفت شفت والدي لآخر مرة بشوفه فيها. شفته ورحت وبوست دماغه وفضلت ادعيله. لكن لفت انتباهي ان في حاجة في جنب والدي، كأن صار غرز او عملية، او ان والدي كان بيعمل عملية في قلبه. مش ما كانش في جنبه اي حاجة تدعي ان هم يفتحوا جنبه. انا خرجت على طول للدكتور بره، قلت له يا دكتور والدي كان في حاجة في جنب والدي، خياطة. هو في ايه بالظبط؟ لا يا استاذ وائل، ده احنا بعد ما خلصنا العملية بس اكتشفنا ان الكلى كان فيها تعب شديد وكان لازم تستأصل. اضطرينا ان احنا نشيلها كلى. بس يا دكتور، انا والدي عمره ما اشتكى من الكلى او من تعب في الكلى. والله يا استاذ وائل، انا زي ما بقول لحضرتك احنا اكتشفنا فيها تعب شديد جدا وكان لازم تستأصل، والا كان هيبقى فيها خطر على حياته. وهرجع اقول لك يا ابني ان ده عمره، احنا مش هنقدر نعمل اكتر من اللي عملناه. شد حيلك يا ابني بعد اذنك. فضلت واقف لحد ما يخلصوا غسل والدي. خلصوا الصبح، طلعنا على الجامع علشان نصلي على والدي، وبالليل خدنا الجنازة، خدت عزا والدي. وعدى أول يوم على فراقه، وتاني يوم وتالت يوم. طبعا مش هقدر اوصف لكم الحالة اللي كان فيها والدتي واختي. كسرة كبيرة بالنسبة لهم. عدى يوم واتنين وتلاتة لحد ما عدى شهر.
على موت والدي، لحد ما في يوم باب البيت عندنا خبط. رحت وفتحت، كان الدكتور أمجد، دكتور أمجد اللي عمل العملية لوالدي قبل ما يتوفى الله يرحمه. اتفضل يا دكتور، اتفضل. يزيد فضلك يا وائل، يزيد فضلك يا ابني. انا بس عايز اتكلم معاك كلمتين مش هطول عليك، بس اسمعني للاخر وتقدر تعمل اي حاجة انت عايز تعملها، بس سيبني اخلص كلامي. في يوم يا استاذ وائل كنت مطبق في الشغل وكنت تعبان، ودخلت ريحت في الغرفة 102 اللي كان والدك فيها الله يرحمه. بس اول ما دخلت الغرفة شفت والدك واقف عند السرير. ايوه، والدك كان واقف قدامي عند السرير بتاع الغرفة. كان شكله، انا اسف، كان شكله بشع جدا. كان في دم نازل من بقه، وفجأة لقيته بيهجم عليا بمقص، وكان داخل عايز يموتني بيه. لقيت نفسي وقعت مرة واحدة، والدكاترة كانوا بيقوموني والممرضين بيقوموني من على الأرض، بيقولوا لي مالك يا دكتور. قمت ما لقيتش أي حاجة قدامي، ما لقيتش والدك، وما لقيتش أي حاجة، وما لقيتش أي آثار لنقطة دم واحدة على الأرض حتى. وكان كل حاجة متشالة في مكانها والأوضة مترتبة. أنا قلت ممكن ده أرق أو من قلة النوم، ووارد ممكن يحصل لي أي تهيؤات أو أي حاجة من دي. أنا يا ابني والله خفت إن أنا أدخل الأوضة تاني، قفلت الباب وما نمتش الليلة دي. موقف تاني حصل معايا وأنا ماشي بالليل في المستشفى عادي جدا، حسيت إن في خطوات رجلين ورايا، حد ماشي ورايا، وحاسس بصوت نفس فوق. بتلفت حوالين مني، مش شايف اي حد. لكن في لحظة وانا ببص ورايا نور المستشفى كله اتقطع. ويا ابني المستشفى عندنا مش عادتها ان النور يقطع فيها. النور قطع، بس قطع في لحظة وبقى يقطع ويجي لدرجة ان انا في هزة النور ديت لقيت والدك قدامي في وشي مفيش بيني وبينه سنتي. كان عينيه بتنزل دم اسود، وبقه برضه بينزل دم، ومسك في ايده آلة حادة وعايز يقتلني. انا ما حسيتش بنفسي غير وانا مغمى عليا على الارض، والممرضين بيصحوني وبيفوقوني. ومن يوميها يا ابني وانا عايش في عذاب. كل يوم لازم يحصل معايا حاجة، ما بعرفش اغمض عينيا. والدك ما بيسيبنيش يا استاذ وائل، والله ما عارف اغمض عينيا لحظة. انا قلت اجي اقول لك كل حاجة، ممكن ده يخفف من العذاب اللي انا فيه ده، ويمكن والدك يسامحني على اللي انا عملته. يسامحك على ايه يا دكتور؟ هو في ايه بالظبط؟ استاذ وائل، والد حضرتك كانت حالته ميؤوس منها، كان كده اعذرني، كان كده متوفي. انا كل اللي عملته اللي كان في حالة إنسانية، وكان في شخص كان هيموت وكان محتاج تبرع بكلى. الكلى ديت أنا خدتها من والدك، بس والله العظيم كان والدك كان يعتبر متوفي. خدتها علشان أحيي بيها الشخص التاني ده، ما كانش في نيتي أي أذى. لكن باللي بيحصل والدك أكيد مش مسامحني على اللي أنا عملته.
انا بتمنى ان والدك يسامحني وقلت اني لما هاجي هتكلم مع حضرتك في الحاجة ديت، يمكن والدك يسامحني ويخفف عني العذاب ده. ارجوك يا استاذ وائل سامحني، وانا موافق بأي حاجة انت ممكن تعملها معايا، حتى لو عايز تشتكيني للشرطة او عايز تعمل فيا اي حاجة. لا لا يا دكتور، احنا ناس مؤمنين بربنا، اكيد ده كان ميعاد والدي، انت ما كنتش غير سبب. كل اللي تقدر تعمله ان انت تصلي وتدعي ربنا يغفر لك، ربنا يغفر لك باللي انت عملته، وما تأذيش حد تاني. وهو ربنا وراك حاجة بسيطة، عشان دي أمانة، كان لازم تبقى قد الحلفان اللي انت حلفته. روح يا دكتور، انا مسامحك يا رب، بس قبل اي حاجة ربنا وابويا كمان يسامحوك. صلي وادعي ان كل اللي بيحصل لك دوت ما يحصلكش تاني. ودي كانت قصتنا النهاردة، الغرفة 102. واهم حاجة تكونوا استفدتوا من القصة ديت، وما تأمنوش لأي حد، ودايما تخلوا أي حد هيبقى في المستشفى من عندكم أو أي موقف زي دوت يبقى تحت عينيكم. وبرضو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتسيبولي رأيكم في كومنت. ولو حابين تشاركونا بأي تجربة حقيقية حصلت معاكم، الرقم الواتساب في صندوق الوصف description. دمتم في خير وفي حفظ الله، وربنا يبعد عنكم كل شر. كان معاكم زياد يوسف المصري من قناتي على يوتيوب، زياد يوسف المصري، رعب زياد يوسف، باب ما وراء الطبيعة. تصبحوا على خير.